كابتن احمد عبد الرؤوف، هو انت فعلا كنت بتلعب البطولة دي عشان تنافس عليها ولا كنت بتشتغلنا الماتش اللي فات؟ السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم. معاكم احمد يونس، والنهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك وسموحة. المباراة طبعا انتهت بنتيجة 1-0 لنادي سموحة. والبطولة دي بطولة غريبة بصراحة، يعني كاس الرابطة ديت حاجة غريبة قوي، ان الاهلي والزمالك دي الحاجة الوحيدة اللي اتفقوا عليها. دايما الاهلي والزمالك هتلاقي في بينهم اختلاف في ابسط الامور، كل حاجة في مصر اهلي وزمالك عكس بعض دايما. الا البطولة دي الاتنين بيجوا فيها وحرفيا بيتهطلوا، بتشوف فيها قمة العبط. وما تفهمش ليه، يعني البطولة دي اصلا اللي هي كاس عاصمة مصر دي، كده كده البطولة دي بتأدي يعني ماشي، هي اصغر بطولة في الموسم كله يا عم، بس بتأهلك لبطولة تانية وهي كاس السوبر. فانت ليه اصلا ليه تستهزأ بيها كده؟ او ليه الاهلي والزمالك ما بياخدوش البطولة دي بجدية اصلا؟ تاني حاجة، البطولة دي نفسها، تمام، انت كأهلي او كزمالك في يعني، انت لو قلت حتى ان هي بطولة ودية، طب ما دي فرصة ان انت تطبق حاجة هتعملها بعد كده في ماتش رسمي. ليه بيلعبوا الماتشات اللي هو تحس ان هو بيطلع منها ولا كأنه استفاد حاجة، ولا كأنك لعبت الماتش؟ كل اللي انت عملته ان انت خلاص ماتش وعدى، جاي تأدي الوقت وخلاص، وجاي تعدي اليوم وخلاص على كده. نبدأ بالماتش ونخش في الماتش على طول. والماتش طبعا بدأ بتشكيلة متغيرة شوية عن الماتش اللي فات، بدخول محمد عواد مكان المهدي سليمان. وطبعا ده عشان محمد عواد بيتجهز لماتش الكاس. ماشي، هنرجع للموضوع ده شوية بعد كده. خط الدفاع شفنا عمر جابر مكان بارون اتشونج. ماشي. بعد كده خط الدفاع هشام والونش، تمام، مفيش مشكلة. بعد كده في الناحية الشمال ايشو تاني، مش عارف ليه برضه. جينا في نص الملعب سيف جعفر ومحمود جهاد برضه، مش عارف ليه. قدامهم طبعا ادم كايد، ودي حاجة ولا يعلم سرها الا الله يعني. معرفش ايه السبب في التلاتة دول اصلا على بعض كده ان هم بيلعبوا مع بعض. نيجي قدامهم طبعا شفنا في اليمين بزيرة وفي الشمال احمد شريف وقدام عمرو نصر. طيب في ايه بقى المشكلة في التشكيلة دي؟ اول حاجة، المفروض انت كزمالك اكتر مكان فيه عدد وفيه توافر لعيبة هو مركز المهاجم الصريح. في أربعة وهما ناصر منسي وناصر وعمرو ناصر وسيف الجزيري وعدي الدباغ. وطبعا مركز حراسة المرمى اللي فيه تلاتة جاهزين، اللي هو العواد ومحمد صبحي والمهدي سليمان. الماتش اللي فات لعب المهدي سليمان واللي قبله، وبيتجهز عواد دلوقتي للكاس. ماشي، طبعا هو المفروض اصلا يبقى في اتفاق ما بين المدرب، ويبقى صريح معاهم مين هيلعب في ايه وبتاع. وطبعا احنا شفنا دي فيها مهزله بصراحه، ان في الاول كان المهدي سليمان كان زعلان ان هو ما بيشاركش، فبعد كده شارك. بعد كده مش عارف صبحي عايز يشارك عشان يروح افريقيا فراح مشارك. بعد كده عواد زعل ان صبحي لعب، فبعد كده راح عواد مشارك. متفهمش يعني الموضوع هل هو ماشي مرضية وخلاص ولا ايه؟ ومركز المهاجمين طبعا انت عندك أربعة يعتبر مستواهم كويس، يعني بيأدوا كويس. بس المفروض بقى ان انت تستغل في حكاية المهاجمين دي والجمع بينهم، في ان انت او هتستفيد بينهم ازاي في الفروق اللي بين كل واحد والتاني. يعني انت تبص مثلا ان اكثرهم تسجيلا مثلا لاهداف هتلاقي سيف الجزيري مثلا مع مهارة اكتر شوية. عودة الدباغ اكتر واحد فيهم بيضغط على المدافعين ومتحرك اكتر. عمرو ناصر هو كويس في شوية، يعني في خطف الكور اللي هي جوه المنطقة بيلطش كويس. وطبعا ناصر منسي هو أكتر واحد مميز فيهم في الكرات العرضية وفي التسجيل عامة، هو مهاجم صندوق أكتر واحد فيهم يعني. طيب احنا قلنا الماتش اللي فات ان انت ممكن تستغل ناصر منسي في حكاية ان هو ينزل مهاجم بديل، وده افضل استخدام ليه. بس طبعا مش معنى كده ان هو ينزل برضه في اخر 10 دقايق والكلام ده، يعني مش منطقي برضه تأخير التغييرات برضه للشكل ده يعني. بس ان الزمالك فعلا شكله وحش، والسبب في ان الزمالك فعلا كان شكله وحش في الشوط الاول هو ان الزمالك مش ما عندوش حد يقطع كوره. يا جماعه انت بتلعب في خط وسط في محمود جهاد وفي سيف جعفر وفي طبعا ادم كايد، ده ما بيعملش حاجه، يعني هو ما بيعملش حاجه لا ايجابيه ولا سلبيه، ما بيعملش حاجه خالص في الملعب، هو موجود وخلاص. سيف جعفر ومحمود جهاد الاتنين في العادي لو الاتنين في التوب فورم بتاعهم الاتنين بيأدوا نفس الدور، وهو اللاعب اللي كورته كويسة فبيطلع مع الهجمة وبيساعد، وجنب منه لعيب رقم ستة بيأدي، رقم ستة ده بيأدي المهام الدفاعية قوية جدا. وبيكون دور سيف جعفر أو محمود جهاد إن هو يوازن بس منهم، بيطلع بالهجمة وفي نفس الوقت هو كورته كويسة، فهو ممكن إن هو يبني أو يطور الهجمة بعد كده. طيب لما الاتنين يبقوا مع بعض وقدامهم ادم كاي،
مين هيضغط؟ هتلاقي مفيش حد بيضغط، فسهل قوي انك انت تلاقي الاستحواذ لسموحة في الشوط الاول اكتر من الزمالك. ليه الاستحواذ؟ لان احنا مش عارفين ناخد الكورة. تاني حاجة بقى، في حاجة بنت لذينه قوي. انت لو بصيت على الشوط الاول هتلاقي كله عبارة عن كورة بتتلعب من سموحة ورا خط دفاعنا، فبتروح انفراد. ليه الكورة دي؟ لان احنا ما بنضغطش مع مدافع مثلا زي الونش بيتقدم كتير، ومدافع استباقي المفروض ان يبقى قدامه خط وسط بيضغط كويس جدا، لان الفرقة بتلعب كومباكت مش واحد لوحده وكل واحد يلعب بمزاجه. لان بالمنظر ده لما الونش هيطلع مثلا يضغط ومثلا بيطلع يتقدم ومفيش حد من خط الوسط بيضغط على اللعيب اللي معاه الكورة، فبسهولة جدا ان هو هيلعب الكرة الطولية ورا الونش وورا خط الدفاع وورا الطرفين مثلا، فهتبقى هيروح الراجل انفراد. تاني نقطة بقى، واللي بصراحة هي غبية أوي الصراحة يعني، وهي فكرة إن الغلطات وأنت بتطلع بالكورة. وشفنا الغلطات دي من خط الدفاع كله ومن عواد نفسه. والسبب في كل ده إن مفيش نمط صريح للزمالك في الخروج بالكورة. أبسط حاجة أنت ممكن ترجع محمود جهاد أو سيف جعفر، واحد فيهم يبقى جنب الاتنين المساكين ويفتحوا تمام، يدخل في النص والاتنين التانيين يفتحوا ويطلع بالكورة. ولو اتزنقت شوية رجع جنب منه حد تاني من نص الملعب يساعد معاه. بس طبعا ده ما حصلش، الموضوع كله اجتهادي وكل واحد بيحاول، وطبعا كلها افتكاسات يعني. كل واحد بيحاول يعتمد على مهارته الفردية يعني. وعامة لو عايز تعرف يعني المدرب ده كويس ولا لأ، ببساطة جدا الفرق ما بين المدرب الكويس والمدرب اللي هو يعني السيء أو المدرب اللي ملوش دخل في الجيم يعني. إن المدرب الكويس هتلاقي فيه نمط لعب معين، بيطلع بالطريقة الفلانية، لما الكورة مش معاه بيضغط عشان يجيبها بالطريقة الفلانية، وحتى الفرص اللي بيصنعها بتبقى بطريقة معينة، فبتلاقي في حاجة بتتكرر، فانت بسهولة وانت بتتفرج بتلاقي الحاجة دي. طبعا كابتن احمد عبد الرؤوف مش هتشوف منه اي حاجة من الحاجات دي. ولو انت بتقول مثلا ان هو فعلا معهوش سكواد وان اللعيبة بقى غايبة وبتاع، فلا. لا يا صديقي، لان انت كان عندك ناصر ماهر مثلا، انت كنت محتاجه. انت محتاج حل معاك، محتاج اصلا ان انت كده كده لو انت بتعتبر ان البطولة دي بطولة ودية تمام، فانت علشان تجرب حد، لو عايز تجيب حد تجربه في مركز الباك الشمال، هات مدافع من مدافع الشمال، باك شمال عادي خالص من فريق الشباب ولعبه في الناحية دي. لو اللعيب ده متوسط اكيد هيبقى افضل من ايشو اللي جاي من الوينج اليمين، لعيب هجومي مش قوي دفاعيا وبيلعب في الباك الشمال. واكبر دليل اصلا ان الموضوع يعني مفهوش التزام، يعني انت ما تشوفش حتى ايشو بيعمل حاجه ثابته دايما. يعني ايشو فيه كور ياما تلاقيه مثلا ايه، خايف يطلع وبعد كده تلاقيه دخل وهو بيتقدم، بس يتقدم للعمق، الكره اللي الونش طلع فيها ولعبها بالعرض وطلعت وطلعت ركنيه. طيب ماشي، تقول مثلا ان هل ده نمط؟ لا طبعا مش نمط، لان الكره اللي بعدها هتلاقي ان ايشو عادي بيزيد مع احمد شريف. فانت ما تفهمش هو ايشو اصلا بيلعب ليه، يعني ليه السبب ان هو بيلعب ايشو باك شمال يعني، او ايه السبب، او انت مستني منه ايه؟ طيب عادي، لو انت مش شايف، لو انت ما عندكش باك شمال هات واحد من قطاع الناشئين يلعب وخلاص. نفس الحكايه، ما عندكش رقم ستة، بدل ما تحط واحد زي محمود جهاد اللي انت بتحاول ترجعه للملعب، وواحد زي سيف جعفر اللي بيأدي أسوأ لعب ليه من يوم ما طلع من الناشئين الفترة ديت، بدل ما تلعبهم جنب بعض، يا عم هات واحد من رقم ستة من الشباب عادي يعني. أكيد مش هيكون بالسوء ده. أدم كايد خلاص يعني، انت مش عارف توظفه، خلاص نزل ناصر ماهر رقم 10 عادي، كان بيلعب معاك من أول الموسم والراجل كان ماشي كويس. بسيطة يعني. عامة اتمنى ان شاء الله يعني، واتمنى بصراحة ان الزمالك يجيب مدرب اجنبي ويحاول يحل المشاكل اللي عنده دي، لان بصراحة الموضوع بقى صعب اوي. بس على الاقل خالص ان انت تحاول تحل مشكلة المدرب دي حاجة مهمة اوي. احنا شفنا ان فيريرا لما كان معانا بسكواد اضعف من ده بكتير قدر يجيب الدوري والكاس. المنافسة في مصر مش صعبة، بس عايز على الاقل يبقى معاك مدرب كويس يساعدك في الموضوع ده. وشفنا حتى الكابتن ايمن الرمادي بسكواد ضعيف جدا السنة اللي فاتت قدر يفوز بالكاس. فاتمنى من الزمالك حتى لو معناش فلوس ان احنا نجيب مدرب قادر يعمل اي حاجه، لان بصراحه احنا، والحاجه اللي بقولها، احنا بنضيع وقت مع احمد عبد الرؤوف في كل مره. في النهايه اتمنى الفيديو يعجبك، وياريت تسيب لي رايك تحت في الكومنتات. سلام عليكم.